اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله بنبدا معاكم اولى حلقاتنا في الحلقه الاسبوعيه حصاد الاسبوع، ودي خدمه هنقدمها لكم كل يوم خميس هنتكلم فيها عن مباريات الدوري اللي لعبت خلال الاسبوع الماضي بالكامل سواء في المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه، ونتكلم عنها بتفاصيل مع حضراتكم، وهتكون ان شاء الله ثابته في الخميس من كل اسبوع. وقبل ما نبدا مع حضراتكم بالحصاد والحديث عن المباريات الثمانيه الاولى في الدوري، هنقول لكم اخبار سريعه قبل ما نبدا برنامجنا بالتفصيل. الخبر الاول عندنا طبعا هو الخساره اللي حصل عليها منتخب مصر امام تشيلي بالامس، خسر 1-2. المباراه كانت متوسطه المستوى، منتخب مصر كان جيد ولكن مش في اغلب الفترات. عموما الجهاز الفني قال ان هو سعيد بالتجربه مع تشيلي، وان الهدفين كانوا من خطأين ساذجين للحارس وللخط الدفاع، وفي النهايه التجربه مفيده. اللي عكر صفو التجربه ديت هي خروج عصام الحضري طبعا بالمشكله اللي عملها مع الامريكي بوب برادلي بعد خروجه من التشكيل. وعصام الحضري خرج على موقعه بيقول انا اعتزلت اللعب دوليا. هنشوف عصام الحضري قد كلامه ولا هو بس مجرد ضغط على الجهاز الفني علشان يحتكر حراسه المرمى من عدمها. خبر تاني عندنا بيقول ان اتحاد الكره بيقول ان هو هيعقد خلال الايام اللي جايه جلسات مع مسؤولي النادي الاهلي لانهاء ازمه حقوق الرعايه. في مشاكل ما بين اتحاد الكره والاهلي على الرعايه والمؤتمرات الصحفيه اللي بعد المباريات. اتحاد الكره قال هقعد مع النادي الاهلي ونحسم المشكله، نتمنى انها تخلص سريعا. هنبدا مع حضراتكم من اول مباراه في المجموعه الاولى اللي شهدت 4 مباريات في الجوله الاولى. المباراه الاولى كانت ما بين غزل المحله والنادي الاهلي، واللي اقيمت على ملعب الدفاع الجوي في القاهره الجديده، وانتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف احرزه الموريتاني دومينيك دا سيلفا. المباراه في الاساس كانت المفروض انها تكون في الاسكندريه، ولكن الامن نقلها للقاهره بسبب الاحداث والمظاهرات اللي في جميع المحافظات. المباراه كانت متوسطه المستوى وما كانتش على المستوى المتوقع من النادي الاهلي تحديدا، لان هو الفريق الوحيد اللي تقريبا كان مستمر في ادائه للمباريات الرسميه في ظل التوقف اللي وصل لعام كامل بالنسبه للفرق الكره المصريه بالكامل. المباراه كانت متوسطه في مجملها وما شهدتش اي احداث، بخلاف طبعا حاله الغضب اللي كان عليها عماد متعب واحمد صديق لاعبي الفريق الاول للكره بالنادي الاهلي من حسام البدري المدير الفني. طبعا عماد متعب كان غاضب جدا بسبب استبداله خلال المباراه ونزول احمد عبد الظاهر، ولكن حسام البدري فسر هذا التبديل وقال ان انا كنت برغب في بقاء عماد متعب، ولكن خروجه كان في الاساس للحفاظ على السيد حمدي المهاجم الاخر بالنادي، لان السيد حمدي كان مستواه قليل في المباراه، ولو كان خرج في هذا التوقيت كان هيفقد جزء كبير جدا من الثقه بنفسه، على عكس عماد متعب اللي هو عنده خبرات اكتر بكتير من السيد حمدي، وخروجه لن يؤثر عليه نفسيا او معنويا، وهيكون متفهم لوجهه نظر الجهاز الفني. اما احمد صديق فكان طبعا غاضب لان هو كان متوقع ان هو هيقود الجبهه اليمنى للنادي الاهلي بعد رحيل احمد فتحي واحترافه في فريق هال سيتي الانجليزي، ولكن هو فوجئ بلعب رامي ربيعه في الجبهه اليمنى على حسابه هو شخصيا. عموما حسام البدري بيفكر حاليا في الدفع بقى باللاعب في الجبهه اليسرى في المباراه المقبله امام وادي دجله بدل من احمد شديد قناوي. وصديق قال مش مهم العب يمين او شمال، المهم ان انا العب في الفريق وخلاص. المباراه الثانيه والثالثه عندنا انتهوا بنفس النتيجه، فريق انبي بيفوز على مصر المقاصه بهدفين مقابل هدف، ووادي دجله بيخسر من حرس الحدود بهدف مقابل هدفين. حرس الحدود وانبي هم دلوقتي هم على راس المجموعه الاولى، طبعا بالتساوي مع النادي الاهلي في عدد النقاط، ولكن بفارق الاهداف هم بتفوقوا، كل فريق عنده هدفين. عموما حرس الحدود بيحقق فوزه رقم 13 على التوالي في مسابقات الدوري الممتاز. طبعا الاتحاد الكره بيحسب من اخر توقف واخر مباراه رسميه للفريق من قبلها ومن بعدها، وحرس الحدود كده حقق فوزه رقم 13 على التوالي. انبي برضو قدم مباراه قويه جدا وقدم مستوى رائع امام فريق مصر المقاصه، رغم رحيل احمد عبد الظاهر اللي هو مهاجمه ورأس الحربة الاساسي ليه وراح للنادي الاهلي، ولكن الجهاز الفني قدر ان هو يعوض باحمد توفيق واللي هو ظهر بشكل رائع جدا خلال المباراه، والفريقين استحقوا الفوز في الجوله الاولى. اخر مباريات المجموعه الاولى في الجوله الاولى كانت هي التعادل الوحيد ما بين فريقي سموحه وتليفونات بني سويف.
تليفونات بني سويف كان هو الافضل بكل المقاييس خلال المباراه، هو اللي تقدم في البدايه وتعادل فريق سموحه بضربه جزاء. شوقي غريب المدير الفني لفريق سموحه خرج بعد المباراه وقال ان العنايه الالهيه انقذت فريقي اليوم واهدتنا نقطه من امام تليفونات بني سويف. ونعتقد ان كلام كابتن شوقي غريب هو بيعكس الواقع اللي كان خلال المباراه والمستوى المتباين ما بين التليفونات وما بين فريق سموحه. وفي كل الاحوال احنا طبعا لابد ان يعني نلتمس العذر وجميع الاعذار لكل الفرق، لان ديت المباراه الاولى الرسميه لاغلب الفرق بعد عام كامل من التوقف. نروح مع حضراتكم لمباريات فرق المجموعه الثانيه اللي كانت اول مباراه رسميه فيها كانت الزمالك والاتحاد السكندري، ونجح فيها الزمالك بتحقيق اول انتصاراته هذا الموسم بهدفين مقابل لا شيء. بصراحه نادي الزمالك نجح ان هو يقدم صوره رائعه عن الفريق، وهو كان افضل فرق هذا الاسبوع على الاطلاق، ويمكن ان نمنحه جائزه الافضل في هذا الاسبوع، لان كانت الكره اللي قدمها نادي الزمالك كره جماعيه شامله فيها مهاره، فيها لياقه بدنيه عاليه، فيها فكر تكتيكي عالي جدا. والبعض ربط ما بين الاداء اللي قدمه نادي الزمالك وما بين غياب البرتغالي فييرا المدير الفني للفريق، وقالوا ان دوت كله شغل الجهاز الفني المعاون اسامه نبيه ومعاه البرتغالي ماركو اللي هو مخطط الاحمال. ولكن علشان ندي كل واحد حقه، لا بصراحه الشغل الاساسي الفني هو شغل البرتغالي فييرا، وهو اللي وضع البذره في نادي الزمالك، وهو اللي وضع اساس هذا العمل. ونجح اسامه نبيه ان هو يتعلم منه جزء كبير جدا من افكاره وفنياته، وبالتالي نجح الزمالك ان هو يقدم نفس المستوى اللي قدمه خلال دوره ابو ظبي امام شختار الاوكراني وزينت الروسي، امام فريق الاتحاد السكندري في اول مباراه رسميه للفريق. طبعا اسامه نبيه خرج بعد المباراه بيقول ان هو سعيد جدا باول 3 نقاط له مع الفريق، وبتمنى استمرار الانتصارات والاداء الراقي. وكمان الجهاز الفني بيقول نحن في انتظار البرتغالي فييرا علشان يعود ليرأس الجهاز الفني مره اخرى. تاني مباريات المجموعه الثانيه نجح فيها الاسماعيلي ان هو يحقق اول انتصاراته هذا الموسم بسهوله جدا على فريق طلائع الجيش. الاسماعيلي كان هو الافضل، هو المتسيد خلال المباراه. طلائع الجيش ما كانش هو الفريق المعروف عليه منذ ما كان معاه الكابتن فاروق جعفر مدير فني قبل ما يرحل ويسيب النادي. عموما الاسماعيلي مع صبري المنياوي بيقول لهذا الموسم ان دوت فرصه كبيره جدا امام الفريق للعوده الى الكره البرازيليه الجميله والمنافسه على لقب الدوري الممتاز، خاصه ان دوري المجموعات بيساعده كتير ان هو يحتل قمه المجموعه الثانيه، او على الاقل يطلع تاني المجموعه الثانيه علشان يدخل في الدوره المجمعه النهائيه الرباعيه اللي هتكون ما بين اول وثاني كل مجموعه للفوز بلقب الدوري. المجموعه الثانيه هي المجموعه الوحيده اللي كل مباراتها انتهت بفوز احد الفريقين. اخر مباراتين عندنا نجح فيها اتحاد الشرطه ان هو يكسب فريق الانتاج الحربي بهدف نظيف في مباراه كانت ممتعه وشيقه ما بين الفريقين. والغريب ان اتحاد الشرطه قدر ان هو يكسب الانتاج رغم ان هو كان بيلعب ناقص لاعب بعد طرد احد لاعبيه في منتصف الشوط الاول. اما المباراه الثانيه فالداخليه نجح ان هو يكسب فيها فريق المقاولين في مفاجاه لم تكن متوقعه. طبعا كابتن عبد العال المدير الفني لفريق الداخليه كان قبل المباراه متخوف من مقابله او مواجهه المقاولين في بدايه الدوري، لان المقاولين فريق له ثقل، فريق عنده مهارات، فريق عنده كره جماعيه. ولكن كابتن الداخليه وفريق الداخليه نجح ان هو يحقق اول انتصاراته هذا الموسم على حساب فريق المقاولين العرب. قبل ما نختم حلقتنا مع حضراتكم النهارده هنقول لكم اخبار سريعه. طبعا المفروض ان النهارده يوصل محمد ابو تريكه للامارات والانضمام الى فريقه الجديد بنياس علشان يستعد لمواجهته الاولى في الدوري المحترفين الاماراتي مع فريق العين. ومسؤولي بنياس قالوا ان مباراه العين هتشهد بزوغ نجم جديد لبنياس هو محمد ابو تريكه، وهيكون هو تميمه الحظ والفوز بالنسبه لفريقه الجديد. بنتمنى طبعا التوفيق لمحمد ابو تريكه في رحلته الجديده الاحترافيه. عندنا خبرين متشابهين. وكيل اعمال شيكابالا بيقول ان اللاعب خلاص ما بقاش ليه اي فرصه هذا الموسم سوى الدوري الصيني علشان يلعب فيه، لان الدوري الصيني هو الدوري الوحيد هو وبعض دوريات مجموعه شرق اسيا هي اللي لسه ما اغلقتش باب الانتقالات الشتويه، وقال ان في احد الانديه الصينيه عاوز اللاعب. نفس الخبر تقريبا لاحمد حسام ميدو اللي خلاص انهى تعاقده مع فريقه الانجليزي اللي كان بيلعب في احد دوريات الدرجه الثانيه وانتهى بالفعل وفك الارتباط معاه. وميدو بيقول انه احتمال
ينتقل للدوري التايلاندي، في بعض الفرق بتفاوضه هناك واحتمال ينتقل خلال الفترة الحالية. واخر اخبارنا النهارده كان من عند الكابتن فاروق جعفر اللي هاجم بشده مجلس اداره نادي الزمالك واتهمهم بالتخاذل والتراخي في التعامل في قضيه البرتغالي جورفان فييرا. قال بالحرف الواحد على لسانه: عيب جدا ان نادي الزمالك ينتظر مدرب، المفروض مدربين العالم كله هم اللي ينتظروا علشان يدخلوا نادي الزمالك ويدربوا فريقه الاول. اعتقد ان كلام الكابتن فاروق جعفر فيه شيء من الصحه. وبكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا الأولى الأسبوعية لهذا الموسم، وهنوصل معاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع المقبل الحلقة العادية، وفي نهاية الأسبوع اللي جاي الحصاد الأسبوعي. تحياتي وإلى اللقاء.